رجل قال يا رسول الله كسبت اليوم أكثر من كسب في السوق. قال النبي عليه الصلاة والسلام كم كسبت؟ قال أوقيتين من الذهب. أوقيتين ذهب؟ العالم كاسب درهم درهمين وكاسب أوقيتين ذهب. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما شاء الله أعلم من كسب أكثر منك. قال يا رسول الله والله العظيم أنا آخر من خرج من السوق وما أحد كسب مثلي. قال ولكني أعلم من كسب اليوم أكثر منك. قال يا رسول الله روح لك الفداء ما في أحد والله أنا أكثر. قال رجل صلى دون الفجر ركعتين نال خيرا من الدنيا وما فيها وأنت عندك أوقيتين. ركعتي الفجر اللي قبل مو بالصلاة اللي قبلها السنة خير من الدنيا وما فيها. فهل حبيبي صدق تسرك حسنتك؟ طيب نظرت حرام تضايق تحس ان الارض ودك تشق الارض وتبتلعك وكيف يا رب بس استغفر على الذنب، ولا عادي نظرت حرام وقلت حرام وسمعت حرام وسبيت فلانة وطافت علي صلاة تأخرت عليه عادي. هذه مشكلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فذاك هو المؤمن. في البخاري من حديث ابن مسعود قال والمؤمن يرى ذنبه كأنه جبل. لو احنا يا جماعة داخلين عمارة بنشوفها وشوية اهتزت العمارة وقالوا ترى يا جماعة هالعمارة مخلخلة وبتطيح علينا، كيف هروبنا من العمارة؟ ندور الأبواب وندافع بعض عشان نطلع على جدار بيطيح. كيف كأنه جبل والله ما يرتاح. ما في أحد ما يذنب كلنا غرقانين في الذنوب، لكن كيف بعد وانت تذنب وبعد ما تذنب ايش تحس؟ عادي. قال كأنه جبل هو واقع به. جبل بيضرب عليه مو بحصات. لو اذب عليك حصات الآن حجر دبيت عليه كنت تشوفه. طيب كيف ذنب كأنه جبل ذنبه؟ قال والمنافق يرى ذنبه كأنه ايش كأنه؟ في البخاري الحديث يا جماعة قال كأنه ذباب قال به هكذا فطار. استغفر الله استغفرنا. هذه من مقاييس الإيمان.